حبيب قلبك كان مرتبط بحد تاني، بس دلوقتي عنده رسالة ليك، رسالة هتهزك من جوه. خد نفس عميق قبل ما تكمل قراءة، واحدة واحدة. ادخل النفس وتطلعه بهدوء. الرسالة دي ما وصلتكش صدفة، وجودك هنا مش من غير سبب. في حاجة جواك الهادية بس مصممة، هي اللي جابتك للمكان ده. يمكن في الفترة الأخيرة كنت بتفكر كتير في شخص معين، يمكن طاقته بتيجي على بالك من وقت للتاني، وخصوصا في اللحظات اللي ما بتتوقعهاش. أو يمكن من أيام بتحس بخليط غريب من الحزن والارتباك والأمل من غير ما تكون فاهم ليه. الرسالة دي مش جاية علشان تضغط عليك أو تخوفك أو تقنعك بحاجة أنت مش جاهز ليها. هي جاية علشان تكلم الجزء اللي جواك اللي بقاله وقت بيدور على وضوح. آه، حبيبك كان مع شخص تاني، الحقيقة دي ما ينفعش نجملها، بس اللي هتعرفه دلوقتي أعمق بكتير من الخيانة أو البعد أو السكوت. من قلبه جاية الرسالة دي، رسالة عمره ما قدر يقولها قبل كده، والكلام اللي عايز يقولهولك ممكن يصدمك فعلا. الجزء الأول، الحقيقة اللي كنت دايما حاسس بيها. نبدأ بالحقيقة اللي حدسك كان دايما بيقولك عليها. كنت حاسس إن في حاجة غلط، حتى لو كان بيضحك وبيقول إن كله تمام، وبيحاول يقنع نفسه إن قراراته منطقية ونهائية. كنت بتحسها في السكون بين الرسائل، في المكالمات اللي كانت بتخلص بسرعة، في الحيطان اللي كانت بتتبني فجأة من غير تفسير. دي ما كانتش صدفة، هو ما بعدش عنك علشان بطل يحبك، هو بعد علشان كان بيهرب من مشاعره، مشاعر معرفش يتعامل معاها. الشخص التاني ما كانش بديل، كان محاولة هروب، محاولة إنه يسكت إحساسه تجاهك. بس الحقيقة اللي أخيرا بيواجهها دلوقتي هي إنك ما كنتش أبدا بديل، أنت كنت مؤجل. وحتى التأجيل ده كان ليه تمن، تمن هو لسه بيدفعه لحد النهاردة. الجزء التاني، ليه اختار شخص تاني؟ الجزء ده ممكن يوجعك، بس مهم علشان تقدر تلتئم. هو ما اختارش حد تاني عن حب، لأ، ده كان خوف. خوف من الشدة، خوف من العمق العاطفي، خوف من إنه يبقى مكشوف، خوف إنه يفقد السيطرة. الإحساس اللي كان بينكم ما كانش بسيط ولا سطحي ولا مريح، على الأقل مش بالطريقة التقليدية. معاك كان حاسس إنه عريان، ضعيف، حقيقي. وبدل ما يواجه الإحساس ده، راح لعلاقة أبسط. العلاقة التانية كانت مريحة، متوقعة، ومقفولة عاطفيا. كانت بتطلب شجاعة أقل، ومسؤولية أقل، ونمو أقل. بس اللي ما حسبش حسابه إن وجودك لسه بيلاحقه. كان بيقارن الضحكة، الكلام، ردود الفعل، السكون، وكل مرة كان بيرجع لك. وفجأة فهم اللي بينكم ما يتكررش. الجزء التالت، الذنب اللي ساكن جواه. هو مش نايم مرتاح زي ما ممكن تتصور. بالليل لما كل حاجة تهدى، دماغه بتشتغل. ساعات الذنب بيظهر، الذنب إنه ماشي من غير تفسير، الذنب إنه اختار الراحة بدل الحقيقة، الذنب إنه وجع حد كان صادق. بس بيفضل يفكر في المحادثات القديمة، بيتذكر كلماتك اللي دلوقتي بس ابتدت تدخل دماغه. حبيب قلبك كان في علاقة تانية، بس دلوقتي جواه رسالة هتلمسك بجد وهتفاجئك. الكلام ده ما جاش لك من فراغ، يمكن شعور جواك هو اللي وصلك لحد هنا. يمكن بتفكر مؤخرا في شخص معين أكتر من المعتاد، يمكن بتحس بوجوده في لحظات غريبة، أو شايل جواك مزيج من الحزن، الأمل، واللخبطة اللي مش عارف توصفها. الرسالة دي مش علشان تضغط عليك أو تجبرك، هي علشان تنور الصوت اللي جواك اللي بقاله كتير بيدور على إجابات. أيوه، الشخص ده دخل في علاقة مع حد تاني، ومش ممكن نجمل الحقيقة دي. بس اللي هتعرفه دلوقتي أكبر من الخيانة أو البعد أو السكوت. جواه بدأ يتكون إدراك،
إدراك كان دايما بيهرب منه. الحقيقة اللي كنت حاسس بيها بتبدأ تطلع للنور. حتى وقت ما كان بيضحك أو يقول إن كل شيء تمام، كنت بتحس بالفراغ بين السطور. المكالمات كانت بتخلص بسرعة، الحيطان كانت بتظهر فجأة، وكنت عارف في حاجة مش طبيعية. هما ما بعدوش عنك علشان ما بقوش بيحبوك، بعدوا علشان المشاعر كانت أكبر منهم. علاقتهم الجديدة ما كانتش بديل، كانت هروب. كانوا فاكرين إنها هتسكت إحساسهم ليك، بس أنت ما كنتش بديل، كنت متحول على جنب، وده له تمن وهم لسه بيدفعوه. اختاروا حد تاني مش عن حب، عن خوف. خوف من القرب الحقيقي، من فقدان السيطرة، من العمق. معاكي كانوا مكشوفين، باينين، حقيقيين، وده خوفهم. فاختاروا علاقة أسهل، أقل عمق، أقل مخاطرة، أقل نضج. بس مهما حاولوا يندمجوا في الوضع الجديد، انت فضلت موجود. كانوا بيقارنوا الضحك، الكلام، وحتى السكون، وكل حاجة كانت بترجعك ليهم. وبعد فوات الأوان فهموا اللي بينكم ما يتكررش. دلوقتي هم شايلين جواهم ذنب هادي ومستخبي. بالليل لما كل حاجة تهدى، الإحساس ده بيطلع. ذنب الرحيل من غير كلمة، ذنب إنهم اختاروا الراحة بدل الحقيقة، ذنب إنهم وجعوا حد كان بس صادق. بيراجعوا المحادثات القديمة في دماغهم، ولسه دلوقتي كلماتك بتبتدي تبقى واضحة ليهم، والإدراك بيكسرهم من جوه. انت ما كنتش تستاهل اللخبطة دي. يمكن تكون بتسأل نفسك ليه ما قالوش لك قبل كده. مش عشان ما كانش يهمهم، لكن عشان ما كانوش واثقين في نفسهم. كانوا خايفين إن كل اللي كتموه ينفجر، خايفين يوعدوا بوعود هم لسه مش مستعدين ليها. والأهم من ده كله، كانوا خايفين من رد فعلك، مش لأنك قاسي، لكن لأنك بتحس باللي مش بيتقال. كانوا عارفين لو قالوا الحقيقة مفيش رجوع، علشان كده اختاروا السكوت، ودلوقتي بيدفعوا التمن. حصل حاجة جواهم قريب، يمكن ما كانش فيه خناقة كبيرة ولا دراما من بره، بس من جوه حصل تغيير كبير. فهموا إن العلاقة اللي اختاروها من خوف سابتهم فاضيين من جوه. ما حسوش إنهم متشافين، مسموعين، أو مربوطين بحد بجد. وفي الفراغ ده طاقتك رجعت، مش كذكرى لكن كحقيقة. والحقيقة دي مش ممكن تتكتم تاني. لو يقدروا يتكلموا النهاردة من غير خوف، من غير أعذار، من غير كبرياء، كانوا هيقولوا كنت فاكر إن الأسهل إني أختار حد تاني، بس كنت غلطان. ما كنتش عارف قد إيه الواحد بيضيع نفسه لما يسيبك. سكوتي عمره ما كان علامة على عدم الاهتمام، لكن على الخوف. الخوف من قد إيه أنت غالي عليا. دلوقتي شايف اللي ما كنتش قادر أشوفه وقتها. يمكن الكلام ده لسه ما وصلكش، بس هو جواهم وصوته بيزيد كل يوم. الرسالة دي وصلت لك دلوقتي لأنك أنت اتغيرت. ما عدتش مستني، ما عدتش بتشكك في قيمتك، ما عدتش بتدور على إجابات من بره. أنت واقف في قوتك، وشخص قلبك حاسس بكده، حاسس إنك اخترت نفسك، إنك ما عدتش قابل للخبطة، إنك جاهز تقفل الصفحة لو لازم. وده مخوفه. واللي ممكن يفاجئك أكتر، هم مش بس ندمانين على قرارهم، لكن كمان بيشكوا في هما كانوا مين ساعتها. فاهمين إن الشخص اللي سابك مش هو الشخص اللي عايزين يكونوه. والفكرة دي مزعجة، لكن من هنا بيبدأ النمو. الخسارة غيرتهم، بس الرسالة دي مش بتطلب منك تستنى، مش بتقول سامح فورا، مش بتقول افتح قلبك تاني. هي بس موجودة علشان تديك وضوح. عمرك ما كنت السبب إنهم يمشوا عشان مش كفاية. مشيت لإنك عكست لهم شخص جواهم لسه مش جاهز. والحق ده من حقك تحتفظ بيه مهما يحصل بعد كده، لأنك دلوقتي ماشي لقدام، أوعى، أهدى، أقوى. خد نفس عميق كمان مرة. اللي حاسس بيه حقيقي، مش ضعيف عشان بتحب، مش ساذج عشان كنت بتأمل، مش مكسور عشان بتبين العمق اللي فيك. انت حقيقي، ومفيش حاجة ولا حد ممكن يعوض ده.
لو شخص قلبك رجع هترد من قوتك الداخلية، ولو مرجعش هتكمل طريقك برضه بكرامة وبقلب مفتوح لحاجة تكون فعلا ماشية مع روحك، لأنك عمرك ما كنت معمول علشان تحارب عشان الوضوح، كنت معمول تستقبل الوضوح.